السلام عليكم. ضيفت النهارده في مصري اصلي واحده من افضل بنات جيلها في الشغلانه بتاعتها، وانا بعتبرها مصري اصلي لان هي من بيتها اصلي مصري ابا عن جد. كمان انا شايف ان هي بتمثل نوع محدد جدا من البنات المصريين على الشاشه بقدر ما تحمل من ثقافه ومعرفه ورقي. بسمة، اهلا بيك. ازيك منوراني؟ انت اللي منور والله. انت اكيد بقالك فتره في مصر بتقع في مشكله بسمه ونسمه، صح؟ طول عمري. زي عمر وعمرو دي عندي نفس طول المشكله. عمري. ودايما اقول لهم لا حودوا النقطه تحت. بتحصل. طب بسمة، انت اصلا منين في مصر؟ من وسط البلد. مولوده واتربيت في بيت جدي في وسط البلد. من بنات وسط البلد يعني. طب قولي، بنات وسط البلد هل ليهم يعني طبيعه معينه؟ يعني كل مواطن في مصر من حته، السواحلي غير الشرقاوي غير الصعيدي. بنات وسط البلد هم بنات القاهره في قلب اساسا. قلب الموضوع. قلب القاهره. مش هنقدر نقول القاهره القديمه. ولو ان والدي من القاهره القديمه. بس بنات وسط البلد، البنات القاهريات بجد. في بنات القاهريات مش بجد؟ ها؟ في بتشوف اكيد ما تجامليش اكيد. طب بس سؤال كلاسيكي تاني. لو لم تكوني مصريه، لو وددت ان تكوني مصريه، انا عارف بس يعني عايز حاجه تاني. خلينا نقول طليانيه. رحت ايطاليا؟ رحت ايطاليا في اجازات يعني. وبحسهم شعب شبهنا قوي. هو عموما شعوب حوض البحر الابيض المتوسط بيبقى فيهم حاجه من بعض، حتى جغرافيا. يعني مدينه نابولي هتلاقيها فيها شبه من اسكندريه، صحيح. فيها شبه من المدن الساحليه اللي حوالين البحر المتوسط. غير الجغرافيا، ايه اللي جوه عندهم؟ شعب سخن ما فيهوش. يعني احنا عارفين الاوروبيين ساعات بيبقى عندهم شويه برود. الطلاينه لا شبهنا، لطشين حتى شرقي كده. وتاريخيا في علاقات ما بين صحيح. مصر وايطاليا كتير. صحيح. طب بس ما انت عارفه هنعمل ايه؟ لا انا سايبه الموضوع مفاجاه. طيب انت سايبك تفاجئني. انا هعمل لك كانه يعني اختبار للجنسيه المصريه. هسالك 9 اسئله من مصر، من حاجات كتيره في مصر. وعايزك يعني تجاوبي على الاقل 6 علشان اديك لقب مصري اصلي. تمام؟ لان اقل من 6 هنشوف موضوع ايطاليا ده. اقدم على هجره من دلوقتي يعني. هنشوف. جاهزه؟ جاهزه يا طيب السؤال الاولاني من منطقه العادات والتقاليد. اوكي. وبيقول اكمل المثل التالي. خدي بختك من نقط. ولاد اختك. لا يعني دي طيبه. دي طيبه، المثل فيه شر اكتر من كده. خدي بختك من، اصل انا عارفه خدوا فالكم من عيالكم. تمام. بس خدي بختك من ايه؟ من نقط. خدي بختك، لا مش عارفه. من نقط على وزن بختك. يعني مش عايز استسلام بسرعه. مش مستسلمه. انت لو وقفتي سالتي حد في الشارع عن الطريق عمره هقول لك مش عارف، هقول لك على طول. او انت ايه اللي جابك هنا؟ هم قالوا لك فين والجو ده عارفينه. لا بجد المثل ده مش عارفاه، مع ان انا ادعي ان انا شاطره في الامثال. المثل بيقول خدي بختك من حجر اختك. من حجر اختك. انا قلت من ولاد اختك يعني شبه. هو في شر شويه بس هو حقيقي. هو من الامثال اللي مش يمكن مش مشهوره قوي بس بتتقال كتير. طب ما تجيب لي مثل مشهور وانا اكمل على طول. اصل المثل ده مشهور في التجمعات النسائي اكتر، يعني يمكن الرجاله كتير ما يعرفوش. اوكي. البنت الام لما في دعوتها للجواز، تمام، شايفه ان دي زي الحرب، يعني تحتمل الخدعه وتحتمل حيل كتير. خدي بختك من حجر اختك، يعني ما فيهاش حاجه يعني. حاضر. 1-0 ليا. ماشي. طب هو انت ايه رايك في فكره فوبيا جواز الكبيره قبل الصغيره عندنا في مصر؟ يعني على اساس ان الكبيره ممكن هتبوظ. فوبيا جواز الكبيره قبل الصغيره ولا فوبيا الجواز عموما؟ خلينا لا في دي. فوبيا الجواز عموما دي يعني ابتدى يبقى في حاله خضه، مع انه انا مش شايفاها حاجه تخض، ولا شايفه ان حاجه تخض ان الصغيره تتجوز قبل الكبيره. ما عنديش اخت اكبر مني ولا اصغر مني، عندي اخ اصغر مني. بس احنا في عيلتنا ما تربيناش على ده خالص. 1-0 ليا. السؤال الثاني سينما. اوكي، ربنا يستر. هوري لك افيش فيلم مصري اصلي قديم بس مش عليه الاسم، وعايزك تعرفي ده فيلم ايه، وهتعرفيه بسهوله على فكره. ماجدة، ليلى فوزي، نعيمة عاكف، يوسف شعبان، حسن الامام. انت مضايقني قوي. طب ممكن اتحجج بان ذاكرتي ضعيفه مثلا؟
لا في السينما، لو في الكوره اقول لك اوكي، لكن في السينما تبقى ذاكرتك لا ضعيفه. في الكوره مش هقول معاك. طيب. يعني اوكي يعني يعني هتعتبر نفسك 3-0 من اوكي دلوقتي. بس في السينما لا. طب الكاركتر اللي هي عاملاه مش مفكرك بالفيلم ده. انا بياع الجرايد اهو. ايوه، ما هو ما انا مش فاكره اسم الفيلم. اسم الفيلم بياعة الجرايد. بياعة الجرايد. اوكي اسمه كده. 1-1. طيب ماشي. شوفي لو ركزتي. ماشي. طيب انا كنت عايز اسالك بمناسبه بياعة الجرايد على الصحافه عندنا في مصر. تمام. وهي في مشكله في انه مفيش انطباع ثابت. يعني فتره الستينات مثلا كان الانطباع عن الصحافه المصريه انها صحافه قويه ومؤثره، ومفيش حاجه اسمها يمين وشمال، ومفيش حاجه تحتمل قولان. لكن دلوقتي الصحافه وضعها معقد شويه. انت كشخص بيحتك بالصحافه بانك تتعرضي للنقد او كقارئه، تقييمك للشغلانه دلوقتي عامل ازاي؟ بالرغم من ان انا والدي صحفي، بس انا بطلت اقرا جرايد بقالي كذا سنه. قوميه مستقله معارضه؟ يعني لما بتيجي تحت ايدي الجرايد بالصدفه بقعد اتصفحها كده، بس الحقيقه بطلت اقرا جرايد بقالي كذا سنه، بقالي 3 سنين تقريبا. كلميني عن اللحظه اللي خدت فيها القرار ده. كانت تراكم لحاجات كتير. بدايه من فكره ان انا اقرا مواضيع في الجرايد فابقى مش فاهمه هو ده حقيقي ولا مش حقيقي ولا لا. مرورا بانه ابقى يجي تحت ايدي بالصدفه جورنال فلاقي حوار معايا انا ما عملتوش، حاجات كده. فده قفلني شويه من فكره الجرايد. وبقيت بتابع اخبار البلد احيانا عن طريق الانترنت، سواء عن طريق جرايد في الانترنت او الميلز المتداوله، او عن طريق التوك شوز ان انا اتفرج اسمع ساعات، او عن طريق الحوارات مع اصحابي مع اهلي مع كده. طب التعميم بتاع الصحافه ده مفيش حد مستثنى منه؟ اكيد في. لا في طبعا، لا في طبعا، وعيب قوي ان انا اعمم الموضوع. كلميني عن الكتاب اللي بتدوري عليهم. طيب انا بشكل شخصي يعني الله يرحمه مجدي مهنا كنت احب اقرا له طبعا. استاذ انيس منصور العمود بتاعه اكيد يوم الجمعه بالذات كمان. والدتي ووالدي ساعات بقرا لهم لما بينشروا حاجات. بس لا ما فيش حد معين بقعد اتابعه او استناه، لان بقول لك زي ما بقول لك انا بقالي 3 سنين مش متابعه جيده للصحف. اوكي 1-1. ودلوقتي هعمل لك اختبار مزيكا 50-0 على فكره. هسمعك 10 ثواني من دخول غنوه مصريه اصلي مهمه جدا ومشهوره جدا. يا رب تبقى مشهوره لدرجه ان انا عارفاها. هتعرفي. احنا ممكن نديها شويه كمان. ممكن نديها واحده، يعني انا مشبهه عليها جدا. نديها فرصه كمان طالما مشبهه. هي عبد الحليم. هي عبد الحليم. برافو عليك. مبدئيا برافو عليك. مش قارئة الفنجان مثلا؟ لا. يبقى بليغ حمدي ومحمد حمزه. استنى، لا ما تقوليش اسامي، انا خايبه في الاسامي. اوكي. انا كنت بحاول اساعدك يعني وكده. لا خايبه. بتوهك. موعود؟ لا مش موعود. ليه مش موعود؟ ليه لا؟ موعود؟ ليه لا؟ ليه مش بياعة الجرايد وهي بياعة الجرايد؟ وليه موعود؟ لا مش موعود. لا هي مظبوط. موعود؟ مظبوط. طيب برافو. مظبوط برافو طبعا. 2-1. برافو. و2-1 ب2-1. ماشي. طب بس انا كنت عايز اسالك بالمناسبه دي، تقييمك لمصر كبلد شايفاها موعوده بايه بيتكرر طول الوقت؟ هو موعوده بالعذاب يا قلبي. اذا 2-1 لبسمه، وشايفه ان مصر موعوده بالعذاب يا قلبي. لا مش شايفه ان موعوده بالعذاب يا قلبي، بس تاريخيا مصر من ايام الفراعنه عدى عليها محن كتير جدا، وموعوده بان هي كل فتره يطلع ناس فيها يعيدوا الثقه والامل لناسها. يعني خلينا نبص للنص المليان من الكوبايه. موعوده بالعذاب وموعوده بالناس اللي بتداوي العذاب ده. دي اجابه مرضيه. 2-1 لبسمه، ومصر موعوده بالعذاب وموعوده بناس بتطلع كل شويه تداوي العذاب اللي بنشوفه، ودي اجابه مرضيه جدا منها. وهنكمل مع بعض بس بعد الفاصل.
2-1 لبسمة، والسؤال اللي جاي من منطقة القاموس، قاموس ألفاظنا المصرية. الحديثة ولا القديمة؟ الحديثة والقديمة والشعبية والفلاحي وكل حاجة. مم. هطلب منك مرادفات، 3 مرادفات شعبية لكلمة عاقر. 3 مرادفات شعبية مصرية لكلمة عاقر. ما بيتقالش طبعا اللفظ ده صراحة مم. في المجتمعات المصرية في الأوساط بايرة. لا، بور. ده 1. ما بتخلفش ينفع؟ ما بتخليش معروفة. في مصطلحات فيها تراكيب أكتر، تحس إن التراكيب فيها شعر كمان. عارفة الخيالة المصرية لما تيجي تتكلم عن حد عنده عاهة ما فتجمل الموضوع، تقولها بطريقة تخطف القلب كده. برضو بتتوه. بس كده. ايه عاقر، بور. ما بتخلفش. ايه؟ ساعات بيقولوا مثلا شجرتها ما بتطرحش. دي كبيرة قوي. بيتقال بيت ولدها ضيق. لا، دي اول مرة اسمعها، بيت ولدها ضيق. بيت ولدها ضيق دي كتير قوي. بس شجرتها ما بتطرحش سمعتها، بس طبعا ما تجيش على بالي. اللي بتوجع قلبي بقى وبسمعها كتير، ما شقهاش ضنا. دي اول مرة اسمعها. لا، دي حاجات مصري اصلي. 2-2. طيب وترتين. طب لا ريلاكس جدا. طب هسألك عن الكوسة، دي حاجة احنا عايشين فيها طول الوقت. صحيح؟ صحيح. يقال عندما يبقى في حالة مجاملة مبالغ فيها كوسة. ما هو الأصل التاريخي لكلمة الكوسة؟ اشمعنى كوسة؟ بالبشاميل. اشمعنى كوسة بالبشاميل؟ مش عارفة اشمعنى كوسة بالبشاميل. لا يعني ليه مش ليه مش بتنجان مثلا؟ ليه مش بتنجان مثلا؟ معرفش. شاريك قبل كده؟ لا، ما بيتهيأليش. غالبا قريتها في حتة، بس ما بيتهيأليش انها معلومة معروفة قوي بالنسبة لي. طب سهلها لي يمكن افتكر الحدوتة. الأتراك. لا، يبقى خلاص مش عارف. طب بالنسبة الكوسة، طيب هو من وجهة نظرك، وانا بهزر يعني، بس من وجهة نظرك ليه القانون المصري بيدي الست الحق ان هي تطلب نفقة متعة وما بيديش الراجل الحق ده؟